مساء الفل. سر النجاح هو الديول. ممكن تكون غلط لفتره طويله جدا ومع ذلك تقدر انك تحقق ثروه كبيره، والكلام ده معناه ان اكتر احداث بتاثر في حياتك هي ابسط. يعني زي اول يوم في المدرسه كده وانت رايح طالب محترم ولابس شنطه حلوه وجميله، تروح تلاقي الاستاذ مع اول كلمتين بتقولهم وبتعبر بيهم عن وجودك يروح مزعق لك ورزعك بالخرزانه على قفاك، فتكره الدراسه والتعليم كله من بابه عشان موقف بسيط زي ده. وده يا صاحبي نفس فكره تاثير الديل اللي بيتكلم عنه الكاتب في كتاب سيكولوجيه المال، بس المره دي بقى التاثير ده هيكون في عالم الاقتصاد. الراجل ده بيحكي عن شركه امازون واللي تعتبر واحده من اكبر الشركات في مجال التجاره الالكترونيه في العالم حاليا، وبيقول لك ان هم جربوا عشرات من الافكار الفاشله زي وكالات السفر والسياحه ومطاعم امازون، وكمان خدمه اسمها امازون والت لخدمات الدفع الذكي، والخدمه دي كمان فشلت فشل ذريع. والفشل الاكبر بقى واللي كلفهم ملايين الدولارات هو تليفون ذكي اسمه فاير فون، وهو يعتبر اول واخر تجربه تليفون ذكي تقوم بيها شركه امازون وتحاول تنافس بيه في السوق وتفشل فشل ذريع في تسويقه. فباختصار كده جيف بيزوس المدير التنفيذي للشركه كان بيقول لك ان الشركه دي هي اروع مكان للفشل في العالم كله. بس الغريب بقى في الموضوع ان لولا الفشل الكتير قوي ده ما كانتش شركه امازون ابدا قدرت تنجح بالشكل ده، لانه في عز الفشل والتجارب الكتيره دي ظهر منتجين كسروا الدنيا في مبيعات شركه امازون، وهم امازون برايم وامازون ويب سيرفيس، واللي حققوا للشركه مليارات من الدولارات وخلاها واحده من انجح الشركات في مجال التجاره الالكترونيه في العالم كله. وقيس نفس الكلام برضو على شركه ابل، واللي موبايل ايفون كان يعتبر واحد من منتجات الديل عندها، لانها في الاساس كانت شركه انتاج كمبيوترات اول ما اتعملت في سنه 1979 وبدات تصنع اول جهاز ايفون في سنه 2007، يعني بعد 27 سنه كامله من انشائها. وساعتها المدير التنفيذي للشركه ستيف جوبز قال في واحد من مؤتمراته في سان فرانسيسكو وتحديدا في سنه 2007 انه بين الحين والاخر بيجي منتج ثوري بيغير كل شيء. وفعلا فضلوا يطوروا في موبايل ايفون لحد ما وصلت مبيعاتهم لحوالي 200 مليار دولار من الايفون بس، والكلام ده حصل في سنه 2021. والكلام اللي بنتكلم عليه ده ما حصلش لامازون وابل بس، ده كل شركه وصلت للمستوى ده من العالميه كان عندها قدره ان هي تخاطر في تجارب كتيره جدا لحد ما توصل لمنتج معين يكون ثوري ومختلف ويقدر يعوض كل الخسائر دي. وهنا بقى الملياردير الامريكي جورج سوروس بيقول جمله في منتهى الجمال، وهي انك مش مهم اصلا تكون صح او غلط، المهم هي كميه الفلوس اللي هتكسبها لو كنت صح وكميه الفلوس اللي ممكن تخسرها او الثمن اللي هتدفعه لو كنت غلط، سواء الثمن ده بقى هيكون من وقتك او من مجهودك او من صحتك او من اعصابك. يعني ممكن تكون غلط لمده طويله ومع ذلك تقدر انت تحقق ثروه كبيره، زي انك تكون موظف وتسيب شغلك لمده من الزمن وليكن 6 شهور مثلا وتخسر مرتبك وحياتك المستقره مقابل انك تحاول تشتغل شغل حر، والشغل ده ما يكونش فيه اي عائد في اول 3 او 4 شهور، لكن مقابل ده وبعد ما تبني سمعه او خبره في الشغل الحر ده، دخل اليوم الواحد من الشغل الحر ممكن يساوي دخل شهر كامل من شغلك التقليدي كموظف. والله زي ما بقول لك كده. او ممكن تاخدها كمان في منطقه ثانيه، وهو ان تاجر يكون عنده علم بازمه الكهرباء قبل ما تحصل ب6 شهور، فيسافر الصين مثلا ويقرر ان هو يجيب 10 منتجات ليهم علاقه بمشكله قطع الكهرباء، فيبيع 8 منتجات فيهم بالسعر العادي او ممكن كمان يخسر فيهم خساره بسيطه، والمنتجين التانيين يحصل عليهم طلب مهول بسبب الازمه فيعوض بيهم كل خسائره من المنتجات الثانيه وكمان يحقق ارباح محترمه جدا. وهي دي ثقافه الديول، انك تجرب حاجات كتيره جدا على امل انك تنجح في حاجه منهم لحد ما حاجه منهم فعلا تنجح وتضرب، او ما تجربش اي حاجه من الاساس وبالتالي ما يكونش في احتماليه لتغير اي شيء في حياتك. وهنا انا مش بشجعك ان انت تجرب اي حاجه وخلاص، الكلام ده بيكون بعد تجربه ودراسه كبيره للسوق اللي انت شغال فيه في مجالك، ولكن لو ما جربتش اي حاجه فالاحتمال دايما في تغير اي شيء في حياتك هيكون صفر. وده مش معناه ان معيشتك كموظف هتكون وحشه او سيئه، في ناس بتفضل النوع ده من المعيشه وبتكون سعيده معاه، فربنا يسهل لهم حياتهم ويسعدهم. وطبعا انت يا صديقي ادرى بمصلحتك وايه الاصح ليك، وربنا يوفقكم جميعا. وكالعاده عندي سؤال في نهايه الفيديو بتاعنا، لو معاك مليون جنيه ايه نسبه المخاطره اللي انت ممكن تخاطر بيها من فلوسك عشان خاطر تجرب في حاجه انت مؤمن بنجاحها في المستقبل؟ يا ريت تشاركونا بارائكم في التعليقات. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.